السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقائي؟ مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم نتكلم على واحد الموضوع اللي جت الأنظار مؤخرا، وهو تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. علاش هذا الحدث مهم بزاف، وكيفاش ممكن يأثر على العلاقات بين المغرب وأمريكا؟ خليكم معنا حتى لنهاية الفيديو باش تفهموا جميع التفاصيل. دابا غادي نتكلموا على عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض اللي خلات بزاف ديال الناس يتسائلوا واش هذا الرئيس اللي رجع هو نفس ترامب اللي شفناه قبل 4 سنوات، ولا غادي يكون شي حاجة جديدة هذه المرة؟ واش غادي يغير طريقة العمل ديالو ولا يبقى على نفس المنوال؟ من خلال الخطاب ديالو في حفل التنصيب الأخير بان ترامب بأنه باغي يرجع أمريكا قوية وموحدة، وهضر على بداية واحد العصر ذهبي. ولكن بصراحة السياق دابا مختلف بزاف، حيت التحديات كثرات سواء في المشاكل الداخلية داخل أمريكا ولا حتى في العالم كامل. الرئيس ترامب دار تغييرات في الفريق اللي خدام معاه، وحاول يجيب الناس منسجمين معاه باش يساعدوه في التطبيق ديال الخطط ديالو. ولكن شنو هما هاد الخطط هادو؟ واش ترامب قادر يواجه الكونغرس بسهولة هاد المرة؟ كلشي كيتسنى يشوف واش غادي يكون تغيير كبير في الاستراتيجيات ديالو باش يحقق الوعود اللي عطاها. دابا نجيو للعلاقة بين المغرب وأمريكا، اللي هي واحد العلاقة اللي عندها جذور عميقة وماشي جديدة. المغرب كان من أوائل الدول اللي اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقة ديالهم كتقوى مع الوقت. ولكن اللحظة المفصلية كانت في 2020 ملي أمريكا تحت إدارة دونالد ترامب اعترفت بمغربية الصحراء، وهذاك القرار كان تاريخي وغير اللعبة في العلاقات الثنائية. هذا الاعتراف ماشي غير خطوة دبلوماسية، بل كيبين أن أمريكا كتشوف المغرب شريك استراتيجي في إفريقيا وشمال إفريقيا. في المقابل المغرب ماشي غير حليف عادي، بل بوابة كبيرة للاستثمارات الأمريكية في القارة الإفريقية. والمغرب كذلك شريك مهم في محاربة الإرهاب وضمان الأمن الإقليمي. مع عودة ترامب كيبقى السؤال هو واش غادي يبني على هذا الأساس القوي ويزيد يعزز الشراكة، خصوصا أن المغرب كان ديما حريص على التعاون في مجالات متعددة من بينها الاقتصاد والأمن والاستخبارات. وبالنظر للمتغيرات الدولية فمصلحة أمريكا أنها تحتفظ بهذه العلاقة وتزيد تطورها. من زمان العلاقة بين المغرب وأمريكا كانت قوية بزاف وعندها جذور تاريخية، ولكن في السنين الأخيرة زادت تقوات، خصوصا مع الاعتراف التاريخي اللي قامت به إدارة ترامب بمغربية الصحراء. هذا القرار ما كانش مجرد خطوة سياسية عابرة، بل كانت بداية لتحول استراتيجي كبير. شوفوا معايا، واشنطن عرفت بأن المغرب كيشكل شريك موثوق، وهذا الشيء بان في بزاف ديال المجالات بحال الأمن والتعاون العسكري وحتى الدبلوماسية. علاوة على هذا الشيء المغرب ديما كان كيلعب دور وسيط في حل المشاكل الدولية، ومن بين هذه المشاكل هي المشاكل اللي كاينه في الشرق الأوسط. يعني أمريكا ما كتشوفش المغرب غير شريك، بل كدولة عندها دور في الاستقرار الإقليمي. السؤال الكبير هو واش الإدارة ديال ترامب في هذه الولاية الجديدة غادي تكمل في هذا المنوال ولا غادي يكون التغيير؟ واش واشنطن غادي تبقى ملتزمة بالدعم ديالها لقضية الصحراء المغربية؟ هذه أسئلة اللي غادي نجاوبوا عليها في الأيام الجاية إن شاء الله. ومن غير السياسة، الاقتصاد عنده وزن ثقيل في العلاقة بين المغرب وأمريكا. المغرب كيشكل بوابة رئيسية للاستثمارات الأمريكية في إفريقيا، وواشنطن عارفة مزيان هذه النقطة. فاش كان ترامب في السابق كنا كنشوفوا تعاون اقتصادي قوي بين البلدين، ومشاريع اللي دخلت بزاف بين القطاعات بحال مثلا الطاقة المتجددة، الفلاحة وحتى الصناعة. ولكن القضية ماشي غير بالفلوس، كاين البعد الاستراتيجي. المغرب كيلعب دور حيوي في مواجهة التحديات اللي كتجي من إفريقيا بحال الإرهاب مثلا وعدم الاستقرار، وهذا الشيء خلاه يكون شريك رئيسي في التعاون الأمني مع أمريكا. بلا ما ننساو بأن الصين وروسيا عندها طموحات كبيرة في القارة، وأمريكا خاصها حلفاء أقوياء بحال المغرب باش يواجه التحديات. ترامب معروف بالبراغماتية ديالو، يعني كيشوف غير الربح والمصلحة، والمغرب بالنسبة ليه هو شريك كيوفر فرص كبيرة للتعاون سواء في مجالات الاقتصاد ولا في الأمن مثلا. وفي هذا السياق واش غادي نشوفوا مشاريع جديدة مستقبلا، ولا نشوفوا شي مبادرات مثلا كتقوي الحضور الأمريكي في أفريقيا عبر المغرب؟ هادو نقاط اللي خاصنا نبقاو مركزين عليها في المستقبل القريب. دابا واخا العلاقات بين المغرب وأمريكا كتبان مزيانة بزاف، خاصنا نعرفوا أن المرحلة الجاية ما غاديش تكون سهلة. علاش؟ حيت كاين بزاف ديال التحديات في المنطقة اللي ممكن تأثر على الشراكة بين البلدين المغرب والولايات المتحدة. خاصنا نذكروا هنا منطقة الساحل وغرب افريقيا اللي ولات كتعاني من مشاكل كبيرة بحال الإرهاب وعدم الاستقرار الأمني. المغرب بحكم التجربة ديالو الطويلة في محاربة التطرف والتنسيق الأمني مع الدول الكبرى عنده دور كبير يلعبوا في هذا المجال. لكن ماشي غير الأمن اللي غادي يكون تحدي، راه كاين بزاف ديال التحديات مثلا بحال الجانب الاقتصادي والمنافسة بين القوى الكبرى بحال الصين وروسيا في افريقيا، حيث مؤخرا ولات زادت بزاف وكل طرف كيبغي يزيد من النفوذ ديالو في المنطقة. هنا واش أمريكا غادي تعتمد على المنطقة كحليف استراتيجي باش توازن هذا النفوذ؟ واش ترامب غادي يشوف في المغرب الشريك اللي يقدر يساعدو يحقق المصلحة ديالو في المنطقة؟ ما نساوش حتى الوضع السياسي العالمي. فالرئيس ترامب في الخطابات ديالو كيركز بزاف على مصلحة أمريكا أولا، ولكن في الواقع باش تبقى أمريكا قوية خاصها حلفاء بحال المغرب اللي عنده استقرار سياسي وموقع استراتيجي مهم. التحدي الحقيقي هو كيفاش المغرب يقدر يستغل هذه الوضعية للصالح ديالو. خاصو يبقى في الموقع ديالو القوي ويعزز الشراكات، ويبان انه ماشي غير بوابه لافريقيا ولكن شريك موثوق اللي يقدر يلعب دور محوري في حل النزاعات وتنميه المنطقه.
وفي النهاية العلاقات المغربية الأمريكية كتبان ماشية في اتجاه الإيجابي، ولكن خاص الطرفين يديروا مجهود كبير باش يعززوا هذه الروابط. ونتمنى أن ترامب في هذه الولاية يكون عنده رؤية واضحة تخدم المصالح المشتركة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليو التعليقات ديالكم حول الموضوع. شنو رأيكم في هذه التطورات؟ واش كتشوفوا ترامب غادي يزيد يعزز العلاقات بين البلدين المغرب وأمريكا؟ شكرا على المتابعة، إلى اللقاء في فيديو جديد.